ماتش الاهلي والوداد خلص 2-1 للاهلي، ومعنى ان الماتش يخلص 2-1 وانا كنت قايل لكم ان هو يخلص 2-0 في الفيديو اللي قبل ده، فمعنى الواحد اللي دخل ده ان الامر بيتصعب على الاهلي. وزي ما بقول لك كده البطوله دي شكلها رايحه في اتجاه الوداد. اسمع مني الكلام ده وركز كويس. الوداد على ملعبها وحشه جدا وصعب ان انت تجيب فيها هدف، وانت شفت الكلام ده مؤخرا في ماتش سان داونز. ومعنى ان انت ما تعرفش تجيب هدف في الوداد في ملعبه ده حاجه ممكن تاذي الاهلي جدا، لان الوداد كده محتاج يكسب واحد بس على ملعبه. على العموم البطوله دي شكلها بتقول ان انا رايحه للوداد لتاني مره على التوالي، مع اني كنت متوقع ان البطوله دي بتاعه سان داونز، بس من المعتاد من سان داونز ان هي ما بتعرفش تلعب ادوار اقصائيه، واخر لعبها ومتعتها الكرويه بتبقى في ادوار المجموعات بس مش اكتر. فزي ما قلت لك كده البطوله دي بتقرب من الوداد بشكل جامد لمره تانيه على التوالي. وودادي ودادي لك حبي وفؤادي. الحكم الليبي معتز ابراهيم حكم ماتش الاهلي والوداد النهارده حكم ضعيف، ضعيف بما يرضي الله، ضعيف والله. يعني حكم في ضربة جزاء على علي معلول لصالح الوداد، وفي ضربة جزاء لحسين الشحات على الوداد، وفي طرد ليحيى عطية الله الكرة اللي مسها بايده. الحكم ده تقريبا كده مش متعود على الضغط الجماهيري وحكم ما عندوش شخصية. بس ده ما يمنعش برضه يا اهلي ان وداد طول عمرها خاينة وملهاش امان، وانت متعود. خلي بالك بقى الماتش الجاي. لا، وقاعدين الصبح في المواصلات 4 بيتكلموا ويقول لك اللي هنكسب 3 واللي هيكسب 4، ويقولوا لا يا عم احنا هنكسر الحاجز، واللي يقول لك 3.5 وعند الشغل قاعدين بياكلوا اللي بينقوا في الاجوان 3 4 كأنهم بيزودوا اكل. طب انت دلوقتي ركبك بتخبط ولا بتخبطش بالله عليك؟ عماله تعمل كده او 2-1 بالعافيه، وكرة في العارضه وشوبير شايل انفراد. يا عم الله يرضى عليك، الله يرضى عليك، بلاش نفخة الصدر دي بلاش. أول مرة أشوف فوز بلا هدف، فوز بلا فائدة، فوز بلا فرحة. 11/6 كازابلانكا تجهز الاحتفال بدوري ابطال افريقيا للمره الرابعه للوداد والثالثه على حساب الاهلي. طبعا 2-1 نتيجه فوز للاهلي، بس جمهور الاهلي مقدر جدا نتيجه 2-1 قدام الوداد، والماتش العوده في كازابلانكا مش محتاج اتكلم ولا محتاج اوصف ايه اللي هيحصل هناك. كان معكم المتحدث الرسمي باسم الزمالك شفر. سؤال بجد والله العظيم، سؤال بجد. نفسي اعرف ليه جمهور الاهلي ما يجيش في يوم كده وينام حزين، حتى الاهلي يخسر في ماتش ود. مش فاهم والله، هم الجماعه دول مش مكتوب لهم الحزن يعني ولا ايه؟ اقسم بعزه جلاله الله 22 سنه وعمري ما شفت حظ زي حظ النادي الاهلي، والله العظيم. هو بقى حظ الاهلي ده في الدنيا، وهخش احرر فلسطين. استرها علينا يا رب. ده انت هتاكل علقه في العوده وده دراعي لامها. العادة الليلة جينا والوداد في عنينا، يلا رجالة اكسبوها والبطولة هاتوها علشان تفرحونا. كازابلانكا مش هتنام الليلة، يا وداد يا حبي يا عايش جوا قلبي، والوينرز هم حاضرين. وافكرك لو ناسي واحكي لك على امجادي والتاريخ اخبار دليل. ديما وداد افعلوها يا رجال، ان شاء الله مربوحه من قلب قاهره المعز، من قلب استاد القاهره، وان شاء الله كامل التوفيق للوداد. ديما وداد ديما مغرب، بنحبكم بزاف وحياه الله. الليلة جينا وبطولة أفريقيا إن شاء الله لينا، لا أهلي ولا إسماعيلي، نادي الوداد هو نادينا، وداد الأمة. مستنيك يا ودادي نعمل فرحة كمان يومين، نعمل أحلى فرحة لينا بعد غياب سنين. أنا وأنت نتجمع ونبقى مبسوطين، ترجعهم يد من المغرب ويبقوا زعلانين. الأهلي بيقول ولا صن داونز ولا وداد، أنا في أفريقيا الجلاد. الأهلي بيفوز على الوداد 2-1، أصعب نتيجة ممكن تحصل في مباراة ذهاب، نتيجة صعبة أوي يا جماعة. بس بقول لكم الأهلي لا يعرف المستحيل، الأهلي هيحسم البطولة هناك في المغرب بإذن الله، وهيفرح كل الجمهور الأهلاوي وكل الجمهور المصري
وهيسعدنا كلنا. وباذن الله الاهلي يرجع من كازابلانكا متوج باللقب الافريقي ويفرح كل الجمهور الاهلاوي والجمهور المصري. يا رب النصر الاهلي، يا رب البطوله الافريقيه. شكرا جزيلا لحضراتكم. عليك شويه احتفالات يا كهربا فظيعه. الاهلي يكسب الوداد 2-1 والهدف اللي الوداد جابه ده يحرق الاهلاويه كلهم. حسكو والله كميه هجمات ضايعه فظيعه. بس عاش مصطفى شوبير. لازم كل نهايه الاهلي يكون فيها عارضه. وانتوا في رايكم دي تستحق طرد ولا لا؟ شابوه لعيبه الوداد والله. يا عم معتز انت كرامه الاهلي بزياده. بقى يا مدلس يا افاق يا منافق يا كذاب يا فاشل. الوداد اللي طلعت صن داونز النهارده تقول لي مبروك عليك نهائي افريقيا، ده ماتش سهل. دي مخرجه صن داونز في ملعبها يا فاشل يا افاق يا منافق. ما انت قلت قبلها الماتش اللي فات على الترجي هي دي الترجي، وقبلها الرجاء هي دي الرجاء. ده صن داونز ذات نفسها لما كسبتها في 2020 بعد ما اديتنا 5 في 2019 قلت مش دي صن داونز بتاعت السنه. لو لعبت السيتي، لو لعبت ريال مدريد في نهائي دوري ابطال افريقيا هتقول عليها فرقه تعبانه وفرقه ضايعه ومدرب فاشل. لازم تقلل منك انت، تمامك ان انت تعمل كده، تمامك ان انت تقلل من قيمه الانجازات اللي انا بعملها. ليه؟ عشان الحاجات دي بعيده قوي عنك. انت بتستسهل الحاجات دي، بس الحاجات دي بعيده قوي، صعب ان انت تعملها. صعب تلعب 4 نهائي افريقيا ورا بعض، دي حاجه مستحيله عليه. ده ماتش الوداد اصعب مليون مره من ماتش صن داونز، بعيدا عن ان انا كنت عايز الوداد اكتر من صن داونز. دي انا عندي يعني ليا طار عندهم، النجمتين اللي على التيشيرت عندهم بتوعي واخدينهم مني. انا صن داونز عندي طرف ايه، كسبتنا 5 في دور المجموعات، اهلا وسهلا. ما انا مخرجهم قبل كده في تاريخ المواجهات ما بيني وما بينهم، انا مخرجهم وكسبان الوداد برضو اكتر. بس هي الفكره كلها ان كسبوني في النهائي مرتين، يبقى اني اصعب. يعني انا كلاعب انزل مضغوط فين؟ في ماتش صن داونز ولا ماتش الوداد؟ صن داونز خلاص كسبتني 5، هنزل ما عنديش رهب خلاص. ايه اللي هيحصل اسوأ من كده؟ انما ماتش الوداد ده انا مطالب اكسبهم عشان النجمتين اللي على التيشيرت عندهم بتوعي. يا مدلسين يا افاقين يا زراطين، تمامكم قد كده قد كده والله العظيم قد كده. يعني شوف الصرصار قد ايه بيبقى تخنه قد ايه، انتوا اقل من الصرصار حاجه بسيطه. ملهاش حل تاني ولا تالت ولا رابع. انا اروح العب الماتش هناك اكن انا رايح من هنا خسران 1-0. ما فيهاش هيروح هيلعبك زي ما لعب صن داونز، هيلعب على جون وانه يرقد ورا. وانت النهارده ضيعت كور. لو عندنا راس حربه محترم والله العظيم، لو في النادي راس حربه محترم كنا خرجنا من الماتش ده 4 لولا رعونه اللعيبه. وعلي انت بتعمل ايه يا علي؟ يا علي انت بتعمل ايه يا عم؟ انت طلعها في القاوي، بتودي الكوره، انت بتسلمنا لهم تسليم اهالي. يا عم طلع الكوره يا عم مش كل مره باك من باكاتنا يبقى سبب ان احنا نخسر بطوله يا جدعان. التاو عمل كل حاجه، حسين الشحات عمل كل حاجه، خط النص عامل كل حاجه، وماتش جامد. ماتش انتوا عايزين ايه يعني؟ عايزين ايه مننا تاني يعني؟ احنا عملنا الماتش حلو يعني، هيبقى على مين؟ ويا علي غلطه زي دي ليه يا علي؟ هو انت اول سنه تلعب نهائي يا علي؟ هو انت اول مره؟ والحكم هو انت مستني اللاعب يطلع مطوه ويزغط حسين الشحات يجيب بطنه على الارض عشان تحسبها له ضربه جزاء؟ الكره ضربه جزاء باين اللعمه، ده دايس على رجله. والكره الثانيه اللي بيرسي تاو رايح انفراد والثاني قام شايلها بايده. واحنا بنلعب فولي بول يا عم، انت مودي له انذار ليه؟ ما تودي له طرد. ما في كل دول العالم طرد، ولا انتوا بتخترعوا قوانين جديده، ولا احنا بنلعب ولا احنا بنلعبش كره قدم، ولا اللي احنا بنتفرج عليها دي ايه؟ 2-1 انا رايح العب، انا اروح المغرب وافهم لاعبتي ان انا رايح خسران 1-0. انا لو جبت جون هناك انا هركب الماتش. انما هتروح هناك هتقول لي اللعيبه اصل الجمهور، اصل اللعيبه، اصل احنا ما عندناش جمهور حقيقي، اصل الجمهور ضغط على اللعيبه. الجمهور مين اللي ضغط على اللعيبه؟ واول نهائي يلعبوه ولا تاني نهائي يلعبوه؟ ده انتوا لو خسرتوا النهائي ده محدش فيكم ينزل يشم النجيله تاني. مش يلعب، لا يشم، ما تشمش النجيله اكرم لك. يعني انت لو خسرت النهائي اللي جاي ده ما تشمش النجيله، خلاص الوداد هيلعب قصادك انسحب واطلع من البطوله واديهم البطوله بقى على طبق من فضه. هيبقوا واخدين 3/4 بطولات افريقيا على دماغك، منهم بطولتين 2017 و2022 بتاعت السنه اللي فاتت، وياخد منك البطوله دي. تبقى انت فريق ما فيكش راجل. وش تكتيكات مارسيل كولر 100 ما فيهاش عيب.
عمل كل حاجه في الماتش، الراجل وداك تكتيك خلاك عملت كل حاجه في الماتش. في ايه؟ يعني ينزل هو يلعب ويحط جون وقال للخطيب انا عايز راس حرب. فين راس الحرب؟ انا لازلت عند رايي كهربا مش راس حرب ولا يصلح حرب. اي نعم هيمشي الدنيا بس ما ينفعش راس حرب النادي الاهلي. الجول وصلت لحد هنا، قلبك الجميل واكسب نورك الجميل وسلام.